السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم مهندسة ميعاد محمد الراشدي، مسؤول محطة أبحاث الكويتات في هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية. من خلال فعالية أدفسة تبتكر في شهر الإمارات تبتكر 2024 استعرضنا مشروع تقييم زراعة زهور القطف في إمارة أبوظبي. بدأ المشروع في منتصف 2023 واللي يهدف بشكل أساسي بتقييم زراعة أنواع مختلفة من زهور القطف تحت 3 ظروف بيئية مختلفة: بيوت محمية بلاستيكية، بيوت شبكية، وحقول مكشوفة في قسم محطات الأبحاث التابعة للهيئة. يتم حالياً تقييم 3 أنواع مختلفة من زهور القطف في نظام الزراعة بدون تربة وتحت ظروف بيئة البيوت المحمية اللي هي الليليوم أو الورد والجربيريا. المرحلة القادمة بتتضمن أنواع ثانية من زهور القطف تحت ظروف البيوت الشبكية والحقول المكشوفة. ونهاية المشروع سيتم إصدار أدلة إرشادية شاملة عن أفضل أنواع وأصناف زهور القطف المناسب زراعتها في إمارة أبوظبي، من اختيار الصنف والزراعة إلى الحصاد وعمليات ما بعد الحصاد، متضمنة كذلك العائد الاقتصادي لكل نوع. وحياكم في مهرجان الشيخ زايد.